أعزائي المستمعين، فيلم النهارده المفروض إنه غني عن التعريف، لأن فيلم النهارده هو النسخة الحية من نسخة الأنيميشن اللي صدرت في 2010. فاسمع وركز ويلا نبدأ الفيلم. وبيبدأ الفيلم بحد بيحكي وبيقول لنا دي هي بيرك، مكان بعيد عن الخريطة لدرجة مش مرصودة، وهي قريتي. لو هوصفها بكلمة هوصفها بالمتينة، بس عيبها الوحيد هي التنانين. وفي اليوم ده بيحصل في القرية بتاعتهم هجوم تنانين، وهو بيقول معظم الأماكن ممكن تشتكي من وجود فئران أو ناموس، إنما إحنا موجود عندنا تنانين، والعقل اللي يسيب القرية، بس احنا فايكنج. وبيبدأوا أهل القرية يتصدوا لهجوم التنانين وبيولعوا نار، والواد اللي بيحكي لنا ده واللي هو البطل بتاعنا في الفيلم بيطلع يجري وسط الهجوم ده، واسمه ايه ده بيقول له اوعى هيكب ما تعطلنيش. ايوه هو اسمه هيكب يا عزيزي المستمع، مفيش بقى لا خازوكا ولا زغوطة زي النسخة المدبلجة بالعربي، مع ان هيكب معناها حزوكة بالعربي، بس احنا هنا هنمشيها هيكب، وهنشوف ده برضه مع باقي الاسامي. وهيكب وهو بيجري ابوه بيمسكه بيقول له انت رايح فين؟ ادخل يلا جوه تاني. وهيكب بيقول لنا ده ستويك زعيم القبيلة ابويا، وبيقولوا انه لما كان صغير قطع راس تنين وشالها على كتفه، وابوه بيمسك الدرع ده بيحدفه على خلقه التنين ده بيرده لورا. وهيكب بيدخل الورشه دي وبيقابل جوبر اللي خلينا نقول كده انه صنع السيوف والاسلحه في القريه، وبيقول له ايه يالا انت خرجت تاني؟ فقال له ما تقولش لحد ان هنا انا هطلع معاهم. فبيقول له خد يالا تعال امسك البتاع ده كده وهات السيوف دي وهات المطرقه. فبيركب له المطرقه دي في ايده الاصطناعيه، والعيال دي بيجوا عشان يطفوا النار اللي نفختها التنانين. والبنت اللي وسطهم دي اللي هيكب وصفها بانها القائد النجمه الساطعه لجيلهم، البنت اللي بتتفوق على الكل، وهي فعلا اللي بتبقى عامله شغل وبتطفي النار الموجوده. والبنت دي هي استريد، وهيكب بيكون واقف سرحان ومبلم قدامها وشويه كده وكان هيسيح في مكانه، فبتقول له في ايه؟ وسنوت لاوت بيقول له ادخل نام يالا، واللي هو اسمه في النسخه المدبلجه مخاط جلف. وجوبر بيقول له شوف شغلك يالا، فبيقول له انا عايز اخرج عشان ابان وسطهم، اديني بس دقيقتين هروح اخلص على تنين واثبت نفسي وعشان برضه ابان قدامها. فقال له مين؟ استريد، بس دي فايكنج حقيقي مش زيك، ما بتعرفش تشيل مطرقه او تمسك فاس او حتى ترمي بتاع زي دي. فقال له طب على فكره بقى البتاع اللي انت بتتكلم عنها دي انا عملت ليها مدفع، وبيطلعه فبيروح المدفع ضارب بتاعه كانت هتيجي في وش الناس اللي واقفه، وواحده تانية بتيجي في خوذه اللي واقف ده. فقال له انت لو عايز تخرج تخلص على تنين فعلا لازم تسيبك من الكلام الفاضي اللي انت بتعمله ده، وتسيبك من ده برضه. فقال له انت بتشاور عليا يعني ايه؟ قال له يعني تسترجل شويه، امسك كده سن السيف ده. وياكب بيقول لنا لازم اعملها لان قتل التنانين هو اهم حاجه هنا. تنين زي الجرونكل تنين قوي، وحاجه زي الزيبل باك هو تنين غريب لانه براسين، وراس فيه بتنفخ غاز والراس التانيه بتعمل شراره مع الغاز فبيحصل انفجار، ولو قطعت راس تنين نادر هثبت نفسي ليهم. وفي بقى تنين اسمه مونسترس نايتمر، وده بس اكتر رجاله فايكنج كفاءه هم اللي بيواجهوه لانه بيقدر يطلع نار من كل جسمه وبيبقى زي التنين الوالع. والجائزه الكبيره بقى هي تنين محدش شافه قبل كده وبنسميه نايت فيوري. والنايت فيوري بيحضر فعلا في المكان وبيضرب البرج اللي واقف عليه ستوك ابو هيكب. وهيكب بيقول التنين ده ما بيجيش هنا عشان يسرق اكل ولا بيظهر نفسه، ومفيش حد قتل التنين ده قبل كده فانا هكون الاول. وبيطلع يجري لبره بالمدفع بتاعه اللي هو عامله ده وبيجهز نفسه، والنايت فيوري بيعدي فبيروح ضارب عليه وبيقول ايه ده انا ضربته يا جماعه حد شاف ده؟ فبيطلع من وراه تنين المونستر سنايتمر وبيجري وراه وبيفضل ينفخ نار، فبيستخبى هيكب ورا العمود الخشب ده، فالتنين بينفخ عليه نار وبيطلع من جنبه، فبيروح ابو هيكب خبطه في وشه فالتنين بيجي ينفخ نار فالظاهر كده بيشرق او حاجه. فستوك بيقول له ايه النار خلصت من عندك؟ وبيروح قلع الستره اللي على كتفه وبيخبطه يد في يد تانيه في خبط على دماغه ورصيه في وشه بيطفشه من المكان، والعمود اللي التنين نفخ عليه نار بيقع على البيت ده وبيهده. والتنانين في الاخر بتقدر تاخد اللي هي عايزاه من خرفان واكل وبيطيروا بيهم. فابو هيكب بيمسكه بيقول له انت كل ما تخرج لازم تحصل مصيبه، انت مش شايف اللي انا فيه يا ابني؟ الشتا داخل علينا وعندي قريه كامله لازم اعمل لها اكل. فبيقول له بصراحه القريه لازم تخف اكل شويه. فبيقول له انت بتهزر يا هيكب، انت ما بتسمعش الكلام ليه؟ فقال له ما انا لما بشوف تنين بعوز اخلص عليه زيكم كده، ما انا عايز ابقى زيكم واحد منكم. فقال له انت ما تنفعش في قتل التنانين يا ابني، يلا روح. فهيكب وهو ماشي بيعدي على العيال وبيتريقوا عليه وبيقولوا ده لو حد غيره كان اتطرد من القريه. فاسترد بتقول ما هو عشان ابن الزعيم بقى. وجوبر بيكون ماشي معاه عشان يتاكد انه روح، والنهار بيكون طلع عليهم وهم ماشيين في السكه. وهيكب بيقول لجوبر ده ما بيسمعليش خالص، ولما بيسمع لي بيكون متضايق من كلامي. فبيقول له اسمع انت اللي بتفكر غلط، ما تحاولش تكون حاجه انت مش قدها. فقال له بس انا عايز اكون منكم، وبيدخل البيت. ولما جوبر بيمشي بيرجع يطلع من البيت تاني وبيجري لبره، وستوك بيكون عامل اجتماع وبيقول للكل انا حابب افكركم بان احنا احفاد الفايكنج اللي عاشوا طول عمرهم يحاربوا التنانين، واحنا دلوقتي قربنا جدا من عش زعيم التنانين، ولو اقتحمنا العش ده واستولينا عليه هنخلص على التنانين بشكل نهائي. فالوليه دي بتقول نستولى عليه؟ ده احنا مش عارفين نلاقيه اصلا. وده بيقول له احنا تعبنا يا زعيم، وكلهم بيكونوا مستائين. فبيقول لهم في ايه يا جماعه؟ ده احنا محاربين بيرك،
امتن واقوى قبيله، ده احنا جينا كلنا من اماكن مختلفه، اللي جه بقى من العزبه والزاويه الحمراء وبحر البقر واسيوط وحتى اللي جم من اوروبا، واحنا لسه زي ما احنا ما تهزناش، جبل ما تهزوش ريح، وتيجي وحوش زي دي تخلينا نجلي ونجيب على ورا. فقالوا له لا. قال لهم ايه؟ قالوا له لا. قال لهم ايه؟ قالوا له لا. قال لهم مش سامع. قالوا له لا. وبيقول اسمه ايه ده بصوت واطي، ايه؟ قال له ما اظنش يا زعيم. قال له ما تظنش يا حاجه جوسي، ادينا اشاره هيكون قدامنا فرصه ان احنا نلاقي العش ولا لا. فبترمي شويه العظم دول قدامها ومعرفش بتعمل ايه كده، وبتهز براسها انه يعني. فبيقول لهم خلاص جهزوا السفن، وجوبر بيجي يمشي في ستوب بيوقفه بيقول له خد يا جوبر انا عايزك تدرب العيال مكاني عشان مش هبقى فاضي. قال له مين؟ هيكب؟ فقال له لا التانيين. قال له طب وهيكب اعمل معاه ايه؟ قال له سيبك منه. فقال له بس الولا عايز ده فعلا عشان عايزك تبقى فخور بيه. فقال له ده عيل العينه دي عامل زي امه وعشان كده خسرناها. يعني اسمع انا لما كنت صغير. فبيقول له يا مش عايز اسمع. فقال له ليه ما تسمع؟ انا لما كنت صغير كنت بسمع الكلام وامشي على القوانين وعشان كده كنت عارف انا عايز ابقى ايه، والواد هيكب بقى مش زيي. فقال له بس انت ما ينفعش توقفه يا ستويك، اصل احنا مش هنبقى موجودين على طول عشان نحميه. وهيكب بيكون ماشي على الجزيره دي بيدور على تنين النايت فيوري اللي ضربه ووقعه. وعلى فكره نايت فيوري معناه غضب الليل بالعربي، بس احنا هنا هنمشيها نايت فيوري. وبيفضل يدور كتير لحد ما في الاخر بيلاقي الشجره دي مكسوره وفي اثر لحاجه واقعه، فبيروح في الاتجاه ده وبيجي يبص بيشوف التنين. فبينزل له وبيسحب سكينه صغيره من جيبه وبيكون التنين واقع على الارض ومتكتف. فالواد بيحط رجله عليه وبيقول عملتها اخيرا، والتنين بيكون مش قادر فعلا وحالته حاله. ويكب بيرفع عليه السكينه عشان يخلص عليه، بس التنين بيبقى منظره وشكله غلبان ومستسلم خالص. فيكب بيرجع في كلامه وبيسيبه وبيمشي، بس بيرجع له تاني وبيقطع الشباك اللي متتفاه دي. فالتنين بيقوم يجري عليه بيوقعه في الارض وبيصرخ على اخره في وشه، وبيجي يمشي فبيفضل يخبط في الشجر وما بيكونش عارف يطير حلو. وبالليل هيكب بيرجع البيت فابوه بينادي عليه، فبيقول له ايوه بابا، بص يا بابا انا كنت عايز اقول لك على حاجه. فقال له انا برضو عايز اقول لك على حاجه، والاتنين بيتكلموا في صوت واحد. هيكب بيقول انا قررت اني مش عايز اواجه التنانين، وابوه بيقول جه الوقت انك تتعلم مواجهه التنانين. وبيقول له حقق لك اللي انت عايزه، هتسرق التنانين ابدا الصبح. فراح قال يا ده المفروض ان كنت اتكلم الاول. وبيقول له بص احنا كده كده عندنا عدد كبير من محاربين الفايكنج. فبيجي يديله الفاس ده فبيقول انا مش عايز احارب التنانين عشان مش هعرف اخلص عليها. فقال له اسكت يا هيكب اسمع الكلام. فقال له بس انا مش زيك يابا. فقال له اسمع انت لما بتشيل الفاس ده فانت بتشيلنا كلنا معاك، وده معناه انك بتمشي زينا وبتتكلم زينا وبتفكر زينا، اتفقنا؟ فقال له بس انا يعني مش. قال له اتفقنا. فقال له اتفقنا. قال له ماشي اتدرب كويس، احنا هنسافر بالسفن عشان نوصل لقش التنانين، وعايز ارجع اشوفك اتحسنت. وتاني يوم العيال بيدخلوا على قاعة التدريب وبيكونوا فرحانين انهم وصلوا للحظة دي، وبيبصوا وراهم بيلاقوا هيكب. فبيقولوا ايه ده مين اللي دخلوا هنا يا جدعان؟ فرفنت بتقولها كده بستخدم نفوذه، ورفنت وطفنت هم خشنة وشكس في الدبلجة العربية. بس استنى، بالنسبة لرفنت هي عاملة كده ليه؟ طب في نسخة الانيميشن كانت رفيعة وعادية، يعني ليه جايبينها في النسخة الحية كده؟ يا جماعة دي مين دي ولا بنت مين دي؟ بس يلا ما فرقتش كتير لان استرد برضو الاختلاف في الشعر. واحنا هنا ما بنتكلمش عن الممثلين اللي مثلوا الشخصيات، احنا بنتكلم في نقطة ازاي تخليهم شبه شخصيات الانيميشن على قد ما تقدر طالما بتعمل النسخة الحية من الانيميشن. فنرجع لموضوعنا. وسنوت لاوت بيقول له انت اسمك هيكب، اسم طري زيك. فقال له ما انت اسمك سنوت لاوت. فقال له اسم فايكنج جرجولي. فجوبر بيجي يخبطه على دماغه وبيقول له خلاص يلا خلينا نبتدي، وبيقول لهم اي حد بيتولد في القبيلة بتاعتنا لازم يكسب في الحلبة دي ضد التنانين في يوم من الايام، وده لو عايز يكون واحد مننا او يدخل معركة ضد التنانين معانا. فخلوا بالكم الموضوع هيكون صعب وخطر كمان، بس اللي هيتفوق فيكم هيكسب لقب افضل مقاتل وهيقتل اول تنين ليه قدام القرية كلها. فالابواب دي كلها وراها التنانين اللي هتواجهوها. النادر المميت. فالواد ده بيقول سرعة هجومه 8 ولازم نستعمل درع. بيقول الزيبل باك. فالواد بيقول بيقدر يختفي. بيقول المونستر سنايتمر. فبيقول قوة النار عنده 15. بيقول الكربر تيرو. فبيقول سرعة هجومه 8 وسمه 12. فبيقول له اخرس يالا يا شوال القطن. والواد ده هو زعنف في النسخة المدبلجة، واسمه هنا فيش ليجز واللي هي معناها ارجل سمكة، ما تعرفش ليه. فالمهم جوبر بيقول لهم الجرونكل هو اللي انتوا هتواجهوه النهارده، وبيفتح لهم الباب وبيطلع الجرونكل. وجوبر بيقول لهم درس النهارده هو الدفاع عن النفس، لو نفخ عليكم نار هتخرجوا او ممكن تموتوا معرفش، فعشان كده اول حاجه هتمسكوها هي ايه؟ فبيروحوا يمسكوا الدروع، وهو بيقول لهم ايوه كده الدرع ده من اهم ادواتكم. ورفنت وطفنت بيتخانقوا هما الاثنين على درع واحد، فبيروحوا التنين نافخ عليهم نار بيكسر لهم الدرع وبيقعوا على الارض. فجوبر بيقول لهم بره انتوا الاثنين افتكروا كويس ان كل تنين له عدد محدد من النار اللي بينفخها، قولوا لي بقى
بقى الجرونكل بينفخ كام نفخه، فرجل السمكه بيقول له 6، قال له شاطر يالا. فبيقول له واقول لك على معلومه تانية كمان، الصخور اللي بياكلها دي بتختلف انواعها من حيث، فما بيلحقش يكمل كلامه والتنين بيقوم نافخ عليه بيطير الدرع من ايده وبيوقعه. فجوبر بيقول له فيش ليجز انت بره، وسنوت لاوت هو كمان بياخد له طلقه وهو سرحان. وهيكب بيقول لاسترد ما عادش فاضل غير انا ويكي، فقالت له لا انا بس، وبتروح تتشقلب قدام التنين وبترمي الرمح ده على البرميل بتخليه يضرب طلقه عليه. ولو انت بتعد الطلقات يا عزيزي المستمع فكده ما عادش فاضل غير طلقتين، والتنين بيروح عند هيكب بيخبط واحده في الدرع وبيجري عليه وما بيسيبهوش. فهيكب بيقع على الارض والتنين كان هيضربه باخر طلقه، بس جوبر بيخبطه بيخليه يضربها في الفاضي وبيشده بيدخله جوه القفص بتاعه تاني. وبعدها هيكب بيروح للمكان اللي ساب فيه النايت فيوري اخر مره، وبيقول هو يا ترى ليه ما رضاش يخلص عليا، وبيمشي يدور عليه وبيشوف المكان اللي فيه بركه ميه ده ومنظر جميل يعني. وتنين النايت فيوري بيظهر وبيكون بيحاول انه يطير بس ما بيكونش عارف. فهيكب بيطلع دفتر من معاه وبيبتدي انه يرسم التنين، وبيرسمه فعلا بس بيبص بيلاقي الجزء التاني من ديله مش موجود، فبيمسح الجزء ده من الرسمه، وبتبقى دي هي المشكله اللي مخليه مش عارف يطير، وكل لما بيحاول بيقع. وبيحاول كمان انه ياكل له شويه سمك من البركه بس ما بيكونش عارف برضه. وهيكب بيوقع القلم من ايده فالتنين بياخد باله منه. وبالليل بيكونوا العيال قاعدين بياكلوا وهيكب بيحضر متاخر، فجوبر بيقول له انت جيت اهلا بالخايب، فبياخد اكله وبيقعد في جنب بعيد عنهم. وجوبر بيقول لهم خلوني اقدم لكم دليل التنانين موجود في المعلومات اللي احنا نعرفها عن اي تنين نعرفه، والاجيال اللي فاتت منكم ضافت معلوماتها وخبرتها في الكتاب ده، وانا بقى عايزكم تذاكروا الكتاب ده كويس. وبيسيبهم وبيمشي. وديل السمكه ولا رجل السمكه بيقول لهم انا قريت الكتاب ده حوالي 100 مره تقريبا. في سكوردرين بيرش الوش بميه مغليه، فسنوت لاوت بيقول له انا لا اقرا المعلومات دي عن التنانين طالما اقدر اخلص عليها وخلاص. وبيقوموا يمشوا من المكان، وبتفضل استرد وهيكب فبتيجي تقوم تمشي، فهيكب بيقول لها استني الدليل ده شكله فيه معلومات كويسه مش كده؟ فقالت له اقراه. قال لها طب استني بس، مش ممكن تكون التنانين دي مش وحشه زي ما احنا فاكرين؟ فقالت له انت عبيط ولا بتستعبط؟ فقال لها ما فيش خيار تالت غير دول. فقالت له قتل التنانين هو سبب وجودنا هنا، عشان التنانين وحشه فعلا زي ما احنا فاكرين. فقال لها ما انا عارف، بس احنا ممكن نكون جزء من المشكله دي، يعني احنا اللي بنأذيهم وبنخلص على اغلبهم فبيضطروا انهم يدافعوا عن نفسهم. فبتقول له انت عايش في عالم تاني ولا ايه؟ ماشي في الدنيا وانت مش مدرك ايه اللي بيحصل حواليك؟ وبتقول له بص انا بابا مش زعيم ولا انا بنت حد صاحب نفوذ هنا، وما بخافش من اللي انا بعمله، ومستعد اعمل اي حاجه عشان اكون اللي انا عايزاه، وده معناه ان اخلص على التنانين عشان مصلحه الكل. وانت تعرف كمان انا حاطط عيني على المكان اللي انت فيه ده وابقى زعيمه في يوم من الايام. فقال له ماله، انت لو كنت مكاني كان ابويا هيكون فخور بيكي قوي عشان انت عندك روح القتال. فقالت له خليك بعيد عن طريقي يا هيكب، وبتمشي من المكان. فهيكب بيفتح دليل التنانين وبيشوف انواعهم، حاجه زي الرعد الزاحف بيعمل صوت متفجر وبيقدر يخلص على انسان من مسافه قريبه، وخطر قوي يخلص عليه لما تشوفه. التمبر جاك، سكرال، الموت الهامس، ده بيحرق ضحاياه، ده بيدفن ضحاياه، ده بيخنق ضحاياه، ده بيقلب ضحاياه، ده خطر وده خطر وده خطر وده خطر. خلص عليه لما تشوفه، خلص عليه لما تشوفه، خلص عليه لما تشوفه، خلص عليه لما تشوفه. وبيوصل للنايت فيوري وبتكون صفحته فاضيه مش مكتوب فيها غير ان حجمه غير معروف وسرعته غير معروفه. فبيطلع هيكب الدفتر اللي معاه وبيبص في الرسمه اللي رسمها له. وستوك بيكونوا في الميه على السفن بتاعتهم هو مجموعه من القبيله، وبيقربوا فعلا من المنطقه اللي فيها العش وبيدخلوها، بس التنانين بتبدا انها تهاجمهم وبتوقع شويه منهم في الميه وبينفخوا نار عليهم، وبيكونوا في كل حته. فستوك بيقول لهم ارجعوا تاني. والصبح بيكون هيكب في حلبة قتال التنانين بيسال جوبر وبيقول له انا لاحظت ان الكتاب ما بيحتويش على معلومات عن النايت فيوري، مفيش كتاب تاني ولا حاجه؟ فمره واحده التنين ده بيهاجمه، فجوبر بيقول له ركز يا هيكب، درس النهارده عن الهجوم، التنين النادر المميت ده خفيف وسريع في حركته، فانت بقى خليك اسرع واخف منه. فهيكب بيستخبى ورا سور الخشب ده، فالتنين بيطلع له من وراه وبيصرخ في وشه، وبيضرب بديله اشواك على درع الواد فيش ليجز فبيخرجه بره، وبينفخ نار على رفنت وطفنت بيخرجهم هما كمان. طبعا النار ما بتجيش فيهم يعني. واسترد بتطلع للتنين عشان تواجهه، بس رود سنو كلاود بيطلع يقف قدامها بيعطلها وبيوقع من ايديها الفاس وبيتلبخ قدام التنين، فبيطلعوا يجروا والتنين بيكونوا ورا استرد، فبترجع تمسك الفاس تاني، والتنين بيقف على السور الخشب ده وكانوا يوقعوا على هيكب، فاسترد بتلحقه وبتحط الدرع تحت السور قبل ما يقع عليه، والتنين بيتكعبل بيقع، فاسترد بتاخد الدرع بتاع هيكب وبتخبطه بقى على رجله وخبطه كمان على وشه وبتهوشه وبتخليه يدخل جوه القفص بتاعه تاني. والحاجه جوسي بتكون مراقباهم وبتضيف نقطه لاسترد. وبعدها هيكب بيكون معاه سمكه وبيروح للمكان اللي فيه النايت فيوري وبيدور عليه، فبيطلع له فجاه وبيقرب منه، فهيكب بيلوح ليه بالسمكه، بس التنين بيكون مقلق منه، فبيرمي هيكب الدرع اللي معاه والسكينه وبيقرب عليه بالسمكه وبيقول له توسلس، انا كنت فاكر انك عندك سنان. فبيروح مطلع سنانه مره واحده وبيخطف السمكه من ايده وبياكلها، وبيقرب عليه تاني فبيقول له انا ما عادش معايا، فبيروح مرجع راس السمكه عليه وبيعمل له اشارات كانه بيقول له كل منها، فهيكب بياكل حته منها وما بيبلعهاش، فالتنين بيعمل له اشاره انه يبلعها، فبيحاول هيكب يبلعها وكانها
هيرجع بس بيقدر انه يبلعها في الاخر، وبيقوم عشان يحط ايده عليه بس التنين بيجري منه وبيقف في جنب بينفخ نار حواليه وبيقعد وسطها وبينام. فبيحاول هيكب يلمسه بس بيروح هو مخوفه، وهيكب بيفضل قاعد في المكان لحد اخر النهار وبيكون بيرسم وش التنين على الارض بعصايه. فبيروح التنين عشان يشوفه بيعمل ايه وبيمسك ببقه فرع شجره وبيقلد هيكب وبيرسم على الارض، وبعد ما بيخلص بيكون اللي عمله هي شخبطه مش مفهومه على الارض. وبيجي هيكب يقرب منه فبيدوس على الخط اللي هو رسمه على الارض بالغلط، فالتنين بيتضايق. فبيرجع هيكب يرفع رجله من على الخط تاني وبيجرب معاه انه يحط رجله تاني على الخط، فالتنين بيتضايق. بيجرب تاني وبرضه بيتضايق، فبيبدا انه يعدي من بين الخطوط دي برجله لحد ما في الاخر بيلاقي نفسه قدامه. فبيحاول يحط ايده عليه بالراحه وبيودي وشه الناحيه التانيه، والتنين بيستجيب معاه وبيخليه يحط ايده عليه، وبعدها بيسيبه وبيمشي. وبالليل بيكون جوبر بيحكي لهم على تنين السكرال وبيقول لهم التنين ده مسك دراعي وبحركه واحده لواها وقلعها من مكانها وكلها كلها في لقمه واحده، وبعد شهر واحد كمان قلع رجلي. فاحنا بقى لما بنهاجمهم بنستهدف اجنحتهم لا اما ديلهم عشان ما يعرفوش يطيروا او يهربوا. فتفنك بيقول انا عايز بقى تنين يقلع اطراف رفنك، فبتقول له ايه؟ فقال لها احنا توأم والوجع اللي انت هتحس بيه انا كمان احس بيه. فهي بتقول وعلى فكره بقى امنا ما بتعرفش تفرق بينا. فجوبر بيقول ما هو باين. وبيكون هيكب تحت في الورشه بيسيح او يسهر شويه سيوف مالهمش لازمه وبيشكل شويه حديد وبيشتغل على رسمه الجزء الثاني من ديل التنين النايت فيوري، وبيقدر في الاخر يعمل له جزء اصطناعي من الديل بتاعه. وتاني يوم بيروح له مكانه وبيقول له توسلس جبت لك الفطار. وتوسلس هو اسم التنين في النسخه الاصليه، وفي الدبلجه العربيه اسمه ابو سن. فهيكب بيطلع له السمك من الشنطه اللي معاه وبيكون جايب له مع السمك برضه تعبان بحر. فتوسلس بيخاف منه فهيكب بيرميه وبيقول له خلاص رميته، وبيحط له السمك قدامه يتلاقى فيه وبيرجع وراه عند ديله وبيحاول انه يركب له الديل الاصطناعي وبيقدر يركبه فعلا وبيفرده. فتوسلس اول لما بيحس انه هيقدر يطير بيروح فارد جناحاته وبيطير فعلا، وهيكب ماسك في ديله، بس وهو بيطير الديل بيرجع يتقفل تاني وكان هيقع بس بيروح هيكب فرده بسرعه تاني قبل ما يقع، بس برضه بيرجع يتقفل تاني وبيقعوا هما الاتنين في الميه. طب وايه السبب اللي خلى توسلس يخسر الجزء ده من ديله اصلا للناس اللي بتسال؟ ده بسبب الضربه اللي هيكب ضربها له بالمدفع اللي كان عامله في اول الفيلم. فالمهم وبعدها بيكونوا في ساحه التدريب وجوبر بيقول لهم درس النهارده عن العمل الجماعي، وبيطلع لهم تنين الزيبل باك ابو راسين. وجوبر بيقول لهم خلوا بالكم من التنين ده لان في راس بتنفخ غاز والراس التانيه بتولعه، والعيال بيكونوا كل اتنين منهم مع بعض وسط الدخان عشان درس العمل الجماعي اللي جوبر طالبه منهم. والتنين بيطلع مره واحده من وسط الدخان بيخبط رفنت وطفنت وسنوت لاوت واسترد كلهم مع بعض وبيوقعهم، وبكده يبقوا طلعوا بره وما بيكونش فاضل غير فيش ليجز وهيكب. والراس اللي بتنفخ غاز بتطلع لهم وبتنفخ غاز على الواد فيش ليجز، وبكده يبقى خرج هو كمان وما عادش فاضل غير هيكب. فالتنين بيوقعه وبيقرب عليه بس لما بيشم ريحته الراسين بيخافوا وبيرجعوا لورا، وده بسبب انه معاه تعبان بحر وبيرمي قدامهم وبيقفل باب القفص. والحاجه جوسي بتديله نقطه. وبالليل هيكب بيكون في الورشه بيخيط حاجه كده بنسميها بردعه، ودي اللي بتتحط فوق ظهر الخيل عشان الراكب يقعد عليها يعني. وتاني يوم هيكب بيروح يجربها على توسلس بس بيكون في مشكله في الديل انه بيتلم لوحده وبيقعوا هما الاتنين في الميه. فبيرجع هيكب يعدل البردعه في الورشه عشان ما يقعش. وتاني يوم بيجرب بس التنين برضه الديل ما بيكونش مساعده، فهيكب بيشد الديل بيفتحه عن طريق حبل ربطه في رجله والديل، بس التنين بيطير بالفوق وبيقعوا هما الاتنين وسط البتاع اللي عامل زي زرقه القطن ده او معرفش. وهيكب بيلاحظ ان توسلس بيعطس منها فبياخد منها وبينزل لساحه التدريب، ولما التنين بيجي عليه بيروح نافخهم في وشه بيخليه يعطس وبيكسب في القتال ده. ولما بيرجع لتوسلس وبيلعب معاه وبيزغزغه تحت رقبته التنين اعصابه بتسيبه وبيقع جنبه. فلما بيرجع لساحه التدريب التنين النادر المميت ده بيجي عليه فبيروح مزغزغه تحت رقبته بيسيب له اعصابه وبيقع في الارض. والعيال كلهم بيكون عندهم فضول من اللي بيعمله ده ما عدا استرد طبعا وبتغير منه، وبيروحوا عليه يسالوه بس ما بيريحهمش برضه. وتاني يوم بيكون بيلعب توسلس بالضوء اللي عامله عن طريق المطرقه اللي في ايده دي، وتوسلس بيجري ورا الضوء ده. فلما بينزلوا ساحه التدريب جوبر بيطلع لهم تنين بذر اسمه الرعب الصغير وبيهجم على طفنط بيعدوا من مناخيره، بس هيكب بيعمل معاه الحركه اللي عملها مع توسلس عن طريق انعكاس الضوء اللي عامله بالدرع اللي في ايده ده، وبيخلي التنين يمشوا ورا الضوء لحد ما بيدخلوا للقفص بتاعه تاني. والحاجه جوسي بتديله طبعا نقطه. والعيال زي كل يوم بيفضلوا يسالوا هيكب عن اللي بيعمله ده بس برضه ما بيرسمش على بر. وبيكون هيكب ظبط دواسه يقدر يتحكم فيها بالديل وبيتدرب عليها هو وتوسلس. والسفن اللي كانت طلعت بترجع للقريه تاني وستوك بينزل وبيكون في ناس مصابه من الطلعه دي. وجوبر بيقول لستوك ما وصلتوش للقش ولا ايه؟ فقال له لا احنا ما قربناش منه. وانت عملت ايه مع العيال؟ فقال له اللي انت كنت قلقان منه خلاص ما عادش موجود. وناس من اهل القريه بيعدوا عليه وبيقولوا له الف مبروك يا زعيم هيكب القديم ما عادش موجود. وجوبر بيقول له اهل القريه على طول بيتجمعوا عليه من اللي بيعملوا مع التنانين. وبيكون هيكب بيطير مع توسلس وبيتدربوا على الوضعيات اللي هو راسمها، وضعيه بتخليه يطير في خط مستقيم ووضعيه بتخليه ينزل لتحت ووضعيه بتخليه يطير ويفضل يرتفع لفوق. بس هما طايرين الورقه اللي هو راسم فيها الوضعيات بتقع، فبيقول له توسلس استنى. فبيروح توسلس واقف في الجو مره واحده فبيقع هيكب من عليه وهو كمان بيقع لتحت عشان الديل الاصطناعي اتقفل. وهيكب بيلقط
بيلقط الورقه وهي في الجو وبيقدر انه يمسك في توسلس تاني وبيحاول يطير تاني بيه، وبيجي يبص في الورقه بس الهواء بيفضل يطير فيها وما بيشوفش منها حاجه، فبيروح راميها وبيشتغل هو، وبيقدر يتحكم في الوضعيات من غير الورقه وبيكون حافظها خلاص، وبياخد له لفه للعمر مع توسلس. وبالليل بيكون هيكب في ورشه جوبر وابوه بيدخل عليه وبيقول له هيكب انت بتعمل ايه هنا؟ مخبي ايه عليا؟ ومخبي الموضوع ده عليا ليه؟ فقال له انا ما اعرفش انت بتتكلم عن ايه. فقال له ما فيش حاجه بتحصل هنا في الجزيره دي بدون ما اعرفها، اتكلم انت عملت ايه مع التنين؟ فقال له انا اسف قوي بس انا كنت هقول لك وكده كده كنت هعرفك. فبيفضل يضحك، فبيقول له انت مش متضايق مني ولا ايه؟ فقال له ايه ده انا كنت مستني اللحظه دي، وكمان لما تخلص على تنين لوحدك لاول مره او لما تعلق راس واحد منهم على رمح بيكون احساس حلو قوي. ده انت فرحتني قوي يا ابني، ده انت كمان ممكن تكسب لقب احسن محارب تنانين زي ابوك بالظبط. بص يا ابني جبت لك ايه الخوذه دي عشان تحمي راسك في الحلبه، كانت امك نفسها تشوفك بيها قوي، دي خوذه زي بتاعه ابوك على فكره نسخه منها، البسها بفخر يا ابني. وتاني يوم في ساحه التدريب استرد بتيجي تمسك في هيكب وبتقول له بطل الحال بتاعتك دي، انا اللي هكسب لقب احسن محارب تنانين. فقال لها طيب ماشي. واسترد بتجري عشان تخبط التنين بس بتلاقي هيكب ريحه على الارض، فبتروح عليه وبتقول له انت انا هقطعك. فالحاجه جوسي بتخبط بالعصا بتاعتها على الارض، وعلى فكره هي ما بتتكلمش. فستوك بيقول لهم طيب اسمعوني كلكم، الحاجه جوسي خدت قرارها وهتعلن حالا عن محارب التنانين الجديد. فجوبر بيشاور على استرد فبتهز براسها لا، فبيشاور على هيكب فبتخبط بالعصا بتاعتها في الارض انه هو. وبعدها هيكب بيروح لتوسلس وبيكون جايب له الاكل زي كل مره، بس بتكون استرد في المكان. فبيقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ قالت له بدور على اجابات لاسئلتي، انت اللي بتعمل ايه هنا؟ مين اللي بيدربك؟ فبيفضل يتوه بالكلام شويه، فبتقوم لاويه دراعه وجايباه على الارض وبتقول له بطل كدب بقى. ومره واحده توسلس بيظهر فبتروح استرد رافعه الفاس، فتوسلس بيجي يجري عليها بس هيكب بيوقفه وبيقول له لا توسلس دي صديقه، وبيقول توسلس دي استرد ده توسلس ده النايت فيوري. فبترجع استرد تجري لورا، بس وهي بتجري في الغابه توسلس بيمسكها برجله وبيطير، وبيكون هيكب على ظهره وبيسيبها على الجبل ده في نص الميه. فبتقول هيكب نزلني من هنا، فبيقول لها بس اديني فرصه اشرح لك. قالت له مش عايز اسمع منك حاجه. فقال لها خلاص خلينا اوريكي تعالي. فبتطلع تركب وراه على ظهر التنين وبيروح طاير بيهم هما الاثنين، واسترد بتكون خايفه وبتقول لهيكب احنا لو طلعنا من هنا عايشين هخلص عليك. وتوسلس بيفضل يلف ويدور بيهم، فهيكب بيقول لاسترد خدي بالك مش انا اللي متحكم دلوقتي. فبتقول خلاص انا اسفه، وبتلمس توسلس وبتقول له انا اسفه يا توسلس. فبيروح توسلس طاير بيهم بالراحه وبيبدا انه يرتفع بيهم واحده واحده لحد ما بيطلع بيهم فوق السحاب، وبيفضل يطلع فوق كمان لحد ما بيوصل للنور الاخضر اللي شكله حلو ده اللي معرفش اسمه ايه. واسترد بتقول لهيكب انت كده وضحت لي انت كنت تقصد ايه، بس انت هتقنعهم ازاي؟ هتاخد كل واحد فيهم في جوله زي دي؟ بس خلي بالك يا هيكب ده مش هيغير حاجه بالنسبه للي عملوه فينا، دول بيطردونا وبيسرقوا اكلنا. فقال لها واحد منهم خطف امي بس احنا ما ينفعش نخلص عليهم وهم يخلصوا علينا كده. فقالت له طب وهتعمل ايه؟ قال لها ما اعرفش بس انا كنت بفكر اهرب عشان اليوم بتاع بكره ده، انت عارفه هبقى مضطر اني اقتل تنين قدام الكل. فقالت له انا مش هقول لحد على سرك ده. فقال لها خلاص واحنا مش هنرميكي في البحر. بس مرة واحدة توسلس بيحس بقلق وبيدخل وسط التنانين دي، وبتكون دي مجموعة تنانين كبيرة شايلة أكل، اللي شايلين سمك واللي شايلين خرفان وماشيين كلهم في اتجاه واحد، وبيفضلوا طايرين لحد ما بيدخلوا المكان ده واللي بيكون عش التنانين، وبيرموا الأكل اللي معاهم تحت، وتوسلس بيستخبى بيهم بعيد. وتنين الجرونكل الجربان ده بيرجع سمكة قد البذرة تحت، فبيطلع تنين كبير جدا من تحت بيبلعه في بق واحد، والتنانين بتبدأ إنها تمشي من المكان وبتطلع من العش، والتنين الكبير ده بيصطاد له تنين زيبل باك وهو بيهرب كده على الماشي، وتوسلس بينزل بهم في حته امان. واسترد بتقول دي حاجه غريبه قوي، كانها خليه نحل كبيره وهم العمال ودي الملكه بتاعتهم، ده احنا لازم نعرف ابوك حالا. فبيقولها لا ده يخلصوا على توسلس. فبتقول له ده احنا عرفنا مكان عش التنانين وانت عايز تخليه سر، انت بتتكلم جد؟ فقال لها قالت له طيب طب هتعمل ايه دلوقتي؟ فقال لها الصبح هشوف هعمل ايه. وتاني يوم في الساحه ستوك بيقول للكل ابني كسب لقب احسن محارب تنانين وبقى واحد مننا اخيرا، والنهارده هيثبت نفسه. واسترد بتيجي لهيكب قبل ما يدخل الساحه وبتقول له خلي بالك من التنين ده. فقال لها انا مش التنين اللي مخليني قلقان، بصي انا هحاول احط حد للي هيحصل ده، ولو الوضع ساء ما تتدخليش. وجوبر بيجي وبيقول له يلا هيكب فرحهم يا ابني. وهيكب بيدخل وبيكون في الساحه لوحده وبيمسك الدراع والسكينه، والقفص بيفتح وبيطلع له تنين المونستر سنايتمر، وبيطلع يطير يخبط في السلاسل وبينفخ له شويه نار وبينزل لهيكب وبيفضل يقرب منه. فهيكب بيرمي السكينه والدرع وكمان بينزل الخوذه من على دماغه عشان التنين يطمن، وبيقول انا مش واحد منهم، وبيرفع ايده عشان يحطها على التنين. فابوه بيقول وقفوا القتال. فهيكب بيقول لا لازم كلكم تشوفوا اللي هيحصل ده، هما مش زي ما انتوا فاكرين. فبيقول بصوت عالي انا قلت وقفوا القتال. فالتنين بيتفزع وبيصرخ وهيكب بيجري عشان يطلع بره، بس التنين بينفخ نار على البوابه بيعطلها، واسترد بترفع البوابه بالفاس ده وبتدخل،
وتوسلس بيبقى خد باله من صرخة التنين وبيجري لما بيحس ان هيكب في خطر، واسترد بتحدف معرفش ايه كده في وش التنين فبيروح يجري عليها، بس ستوك بيرفع البوابة وبيفتحها واسترد بتخرج، وبيجي هيكب عشان يخرج فالتنين بيسد البوابة وبيخبط هيكب بديله بيوقعه على الارض وبيزنقه بين رجله، بس مرة واحدة توسلس بيحضر في المكان بينفخ نار على التنين وبيمسك فيه وبيفضل يتخانق معاه وبيجيبه من رقبته، وشوف بيخبطه بالرجل بيبعده عنه وبيروح يصرخ عليه وبيخليه يدخل جوه القفص بتاعه تاني، وهيكب بيروح يقول له اجري يا توسلس، بس رجاله الفايكنج بيكونوا حوطوه وبيجروا عليه عشان يقتلوه، بس التنين بيفضل يضرب فيهم عشان يدافع عن نفسه، وستوك بيدخل وبيجي عشان يخبطه بس توسلس بيهجم عليه فبيروح مشقلبه وبيخبطه يد في وشه وبيسحب السيف بتاعه، بس توسلس بيقلبه وبيدوس عليه وكان هينفخ عليه نار، بس هيكب بيوقفه وبيقول له ما تعملش كده، فكلهم بيهجموا على توسلس وبيجيبوه في الارض، وهيكب بيجي عشان يمنعهم فابوه بيقول له ارجع يالا وبيقول لهم حطوه مع باقي التنانين، وبيرجع هو وهيكب البيت وبيقول له هو ايه اللي انت هببته ده احنا كان بينا اتفاق، يعني انا افهم من كده ايه دلوقتي اللي انت كنت بتعمله في الحلبة ده كان كله كدب وخدعه، فبيقول انا كنت المفروض اقول لك بس دلوقتي اعمل فيا اللي تعمله بس اياك تاذي توسلس، فقال له التنين ده كل اللي همك ومش همك الناس اللي كنت هتتسبب في موتهم، فقال له دول مش خطر هو كان بس جاي عشان يحميني، فقال له دول خطفوا امك يالا وقتلوا مئات مننا، فقال له احنا قتلنا الاف منهم هم بيدافعوا عن نفسهم وبيواجهونا عشان مضطرين، عشان لو رجعوا بدون اكل هيتاكلوا، عشان في الجزيره بتاعتهم تنين عمري ما شفته قبل كده، قال له جزيرتهم انت رحت للعش انت لقيته ازاي؟ فقال له مش انا اللي لقيته ده توسلس، فابو الموضوع بيكبر في دماغه فبيقول له لا يابا انت ما تعرفش ان انت هتواجهه هناك، ده في هناك تنين انت عمرك ما شفته قبل كده، وبيروح عشان يوقفه بيقول له اسمع لي بس لو لمره واحده، فبيزقه بيوقعه وبيقول له انت اللي اخترت تقف في صفهم انت مش واحد مننا ولا انت ابني، وبيطلع يقول جهز السفن هنتحرك الليله، وبيمسكوا توسلس بيكتفوه بخشب وحديد وبينزلوه على السفينه، وستوك بيروح يقول له ودينا للعش بتاعكم يا شيطان، وبيبداوا يتحركوا بالسفن، وهيكب بيكون بيقول لاسترد المفروض كنت خلصت عليه لما شفته في الغابه عشان ما كانش يحصل اللي حصل ده، فقالت له طب ما عملتش كده ليه لما شفته؟ فقال لها ما اعرفش، قالت له ده مش جواب، فقال لها ما اعرفش عشان انا كنت جبان وضعيف واول فايكنج ما يعرفش يقتل تنين لما يمسكه، فقالت له اول واحد يركبه، فقال لها في الحقيقه انا ما رضيتش اقتله عشان هو كان خايف زي ما انا كنت خايف برضه، ولما بصيت له وهو خايف حسيت اني شفت نفسي، فبتقول له زمانه خايف برضه دلوقتي انت هتعمل ايه بقى حالا؟ قال لها اتصرف تصرف غبي، وبتكون السفن خلاص داخله منطقه عش التنانين، وهيكب بيجمع العيال وبيقول لهم اسمعوا ابويا نيته خير بس مشكلته انه عنيد، وبالطريقه دي كل اللي راحوا هيتورطوا في صراع فوق قوتهم بكتير، فاللي انا هعمله دلوقتي مش هعرف اعمله من غيركم، والسفن بتبقى خلاص وصلت العش وستوك بينزل وبيقول لهم وصلنا، وهيكب بيبدا انه يخرج التنانين من اقفاصهم في الحلبه وبيخلي العيال يروضوهم وبيخليهم يدولهم الامان عشان التنانين كمان تدولهم الامان، وهيكب بيجيب لهم حبال عشان يعرفوا يركبوا على التنانين، والرجاله في منطقه عش التنانين بيكونوا بيجهزوا اسلحتهم وبيامنوا المنطقه وبينصبوا مدافع والبتاع اللي اسمه مانجونيك ده، وستوك بيكون بيقول لهم خليكم شداد وارفعوا راس شعبكم النهارده هندمر حكم التنانين نهائي، وبيبداوا يضربوا بالمانجونيك على عش التنانين وبيعملوا فتحه كبيره عشان يعرفوا يدخلوا منها، وبيروحوا ضاربين حجر من نار في قلب الكهف بيبين كل التنانين اللي جواه، فستوك بيدخل يشوح بالفاس والرجاله بيفضلوا يشوحوا برضه بالاسلحه اللي في ايديهم وبيطفشوا التنانين من المكان وبيطولوا لبره، فبيفكروا ان كده خلاص، بس ستوك بيقول لهم شكلنا كده ما خلصناش لسه، وبيبدا العش يتهز وبيطلع منه افخم واكبر تنين فظيع وفيه شبه تحسه كده من الديناصورات، وبيبقى مش شايف اي حاجه قدامه وبيبقى طالع عشان يدمر ويكسر بس، وبينفخ غاز مع نار بيعمل بقى انفجار وبيولع نار في كل حته وبيحرق السفن بتاعتهم، فبيروح ستوك ضارب على وشه بالمنجنيق ده، فالتنين كان لسه ينفخ عليه بس مره واحده بيلاقي نار اتضربت في وشه، وبيكون العيال جايين وكل واحد فيهم راكب على تنين، وهيكب بيكون راكب مع استرد وبيقول لهم خلوا بالكم التنين ده هو الملكه بتاعتهم وبتقدر تسيطر عليهم، ولا فشليجز انت خدت بالك من ايه؟ فبيقول له التنين ده عنده جمجمه ودي الاقوياء جدا جدا يعني بيدمر بيهم على طول، بس برضه عنده عيون صغيره وفتحات مناخير كبيره وبيعتمد على السمع والشم، فاسترد بتقول تمام بص يا فشليجز انت وسنكلاوت استهدفوا عينيه وانتوا عرفنا توقفنا تحددوا كام طلقه عنده يعني من الاخر استفزوه، واسترد بتوصل هيكب لتوسلس فبيفك القناع اللي على وشه وبيحاول انه يفك البتاع اللي على رقبته دي، بس الرمح اللي في ايده بيتكسر، والعيال بيكونوا طايرين جنب عين التنين وبيحاولوا يشتتوه بس التنانين اللي هم طايرين بيها هي اللي بتتشتت، وسنكلاوت بيقع فوق دماغ التنين الملكه فبيمسك مطرقه وبيخبطها خبطه في عينها بتاثر عليها، بصراحه مش عارف هو تنين ولا تنينه يعني بس هم بيقولوا انها ملكه التنانين، وهيكب بيكون بيحاول يحرر توسلس بس التنينه الملكه بتخبط السفينه اللي توسلس مربوط فيها بتغرقها فبيقعوا هما الاثنين في الميه، وهيكب بيحاول يفكوا تحت الميه بس برضه ما بيعرفش خالص، فبيروح حد شادد هيكب من الميه بيطلعه بره وبيكون ابوه، وبيرجع ينط في الميه تاني وبينزل لتوسلس وبيقدر انه يفكه، فبيروح توسلس ماسكه
وطاير بيه وبيخرجه بره الميه، وهيكب بيقوم يركب على ظهر توسلس، فابوه بيقول له استنى يا هيكب، انا كنت بحاول ان احميك يا ابني. فقال له انا عارف يابا، وخلينا ارد لك الجميل. فقال له بغض النظر عن الكلام ده، بس انا فخور بان ارجع واناديك ابني. فقال له ده كل اللي انا محتاجه، وبيطلع يطير بتوسلس. واسترد بتروح عشان تشتت الملكه، بس التنين او التنينه اللي هي راكباها بتكون خايفه من الملكه، وبتروح ماسكاها ببقها من ديلها، فبتنزل استرد بالفاس بتاعه وبتكسر في اسنان الملكه وبتحرر التنينه بتاعتها منها، وبتفضل برضه تكسرها في شويه سنان. فالملكه بتنفخ غاز وبعده النار، فبتنط استرد بسرعه، وهيكب بيجي يلحقها مع توسلس وبينزلوها على الارض. وهيكب بيقول البتاع ده عنده جناحات، خلينا نستهدفها. فبيبدا بقى توسلس يخبطه بالنار في وشه وبيفضل يلف حواليه. فالملكه بتفرد جناحاتها وبتبدا انها تطير وبتخبط في كل حاجه قدامها بتكسرها، وبتفضل تطير وراهم وبيطلعوا فوق السحاب. والملكه بتتوه لان طبعا تنين النايت فيوري من صفاته انه بيقدر يعمل تمويه في الليل والاماكن اللي زي دي، وبيفضل بقى يضرب نار على جناحاتها ويلف ويضرب في جناحاتها وبيضرب في الجناحين بيخرمهم زي شراع السفينه المتخرم كده. فبتروح الملكه نفخه نار بشكل دائري والنار بتمسك في الديل الاصطناعي بتاع توسلس، فبيبدا توسلس يهبط بسرعه لتحت، والملكه بتكون طايره وراهم بسرعه كبيره برضه، وبتروح مطلعه غاز من بقها، وقبل ما تنفخ النار بيروح توسلس لافف وخابط طلقه في بقها بيفجر الدنيا في زورها. فبتبدا انها تقع لتحت بسرعه وهي مش شايفه قدامها، وبتخبط في الجبل ده وتقريبا كده بتنفجر. بس توسلس وهيكب وهم طايرين الديل بتاع الملكه بيخبط في هيكب بيوقعه من على ظهر توسلس، فتوسلس بيجري عشان يلحقه، بس بسبب الديل الاصطناعي اللي ولع ما بيلحقهوش. وابو هيكب بيفضل يدور عليه وينادي عليه لحد ما بيشوف توسلس مرمي، فبيروح عنده وبينزل على ركبه وبيعيط وبيقول له توسلس انا اسف قوي. واهل القريه بيتجمعوا حواليه وبيكونوا كلهم مصدومين، وتوسلس بيكون واخد هيكب تحت جناحه، فابوه بيشوفه وبيسمع نبضات قلبه وبيكون لسه عايش، فبيقول لاهل القريه ده لسه عايش، وبيحط ايده على توسلس وبيقول له شكرا ليك انك انقذت ابني. فجوبر بيقول له بس ما قدرش ينقذ كل جسمه. وبعدها بيكون هيكب نايم في البيت وتوسلس بيصحيه وبيقول ايه ده انا في البيت، هو ابويا عارف انك هنا؟ وبيجي ينزل من على السرير فبيشوف رجله وبينصدم، وبيكونوا مركبين له طرف صناعي عشان خسر رجله في الحرب دي، فبيبقى مصدوم وزعلان قوي على نفسه وبيحاول يقوم من على السرير ويمشي عليها. ولما بيفتح باب البيت بيشوف سنوت كلاود في وشه راكب على تنين وبيقول له انت مش المفروض تكون في السرير. وبيشوف القريه كلها تنانين طايره وتنانين بتلعب مع العيال وناس بتاكل التنانين، وابو هيكب بيجي وبيقول له ايه رايك في اللي انت شايفه ده؟ احنا رجعنا للقريه راكبين في الجو وكانت رحله حلوه قوي. فبيقول له انت ركبت على تنين؟ قال له اه يا ابني، مش التنينه الملكه دي ولعت في كل السفن بتاعتنا. وبيكون جوبر عامل له ديل اصطناعي جديد لتوسلس، وتوسلس بيطلع فبيقول له ايه عايزنا نجربها، وجوبر بيكون كمان مظبط له دواسه يتحكم بيها في الديل تليق على الطرف الصناعي اللي في رجله. وبيطيروا في رحله حوالين القريه، وبيبدا هيكب بقى يقول لنا دي هي بيرك قريتي، لازم تبقى مجنون عشان تسكن فيها، والجنان نفسه هو انك تقعد فيها، لان ده مكان ما يتحملوش حد قلبه ضعيف عشان هينصدم من الحيوانات الاليفه اللي احنا عايشين معاها. هما مثلا عندهم كلاب قطط حصنه، انما احنا بقى عندنا تنانين. وبيخلص الفيلم على كده. انت بقى لو وصلت للوقت ده لازم تنزل حالا وتعرفنا رأيك في ملخص الفيلم في الكومنتات يا عزيزي المستمع، وما تنساش برضو تعمل لايك وتشترك في القناة، واتمنى يكون الملخص عجبك. وصحيح بالنسبة للجزء الثاني اللي تم انتاجه في 2014 متوقع ينزل الجزء الحي منه في شهر 6 2027، هنكون قفلنا القناة يعني. وبس اشوفك في ملخص الفيلم الجاي، وسلامات.